لطلب استجابة الدعاء شرع الله له 3 وسائل. الوسيلة الأولى التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلا خلاف في ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم توسل بأسماء الله الحسنى وأقر من توسل بها من أصحابه. الوسيلة الثانية التوسل بعمل صالح تعلم أنك أخلصت فيه لله فيما بينك وبين الله، كقول الله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسلوا بإيمانهم وهو من عملهم. وكذلك حديث 3 الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح أعمالهم. الوسيلة الثالثة التوسل بدعاء أي عبد مؤمن تلتمس منه الدعاء، فذلك مشروع لأن الله سبحانه وتعالى قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم التماس الاستغفار من الصالحين، لأنه قال لعمر يقدم عليكم أويس القرني هو رجل من مراد في أمداد اليمن، وهو رجل كان به وضح أي برص فشفاه الله إلا موضع إصبع له هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. نعم، فالتماس الدعاء من الصالحين. أما ما سوى ذلك كالتوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه ونحو ذلك، فهذا لو ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يرد في ذلك شيء. ورد فقط حديث يذكره بعض الناس توسلوا بجاهه فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا موضوع لا أصل له. وكذلك ورد حديث الضرير، وهذا الحديث فيه أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير، قال أسأل الله أن يرد علي بصري. فالحديث له علل كثيرة جدا في إسناده ومتنه يطول لا يتسع لها هذا الوقت. صحيح. فلذلك هو لا يصلح للاحتجاج في هذا الباب.